أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من دكتور كورة على راديو 40-40. أنا معاكم محمد حاتم. هنبتدي أخبارنا الرياضية النهاردة من النادي الأهلي. النادي الأهلي فاز على الفريق البورندي خارج أرضه بنتيجة 1-0. خليني أقول لك إن حسين الشحات الراجل قرب جدا جدا من النادي الأهلي للتجديد. أما باقي اللعيبة سواء أليو ديانج سواء أحمد عبد القادر لسه. أليو ديانج تلقى عرض مالي كبير جدا جدا من بيراميدز، ولكن هنشوف الايام الجايه مخبيه ايه. محمد شريف لاعب النادي الاهلي هيغيب من اسبوعين ل3 اسابيع عن الفريق، وكده يعني ما عندوش غير جراداشار. في نفس التوقيت الدكتور النادي الاهلي بيطمن جماهير النادي الاهلي على امام عاشور، وبيقول ان حالته مطمئنه وفيها تحسن ولكن لسه شويه. في نفس التوقيت وزاره الشباب والرياضه بتحيل مجلس اداره نادي الاسماعيلي بالكامل والمراقب المالي الى النيابه العامة لما رأيته من وجود مخالفات مالية. تعالوا نروح بعد كده على نادي الزمالك. نادي الزمالك بيفوق بيفوق كده على النادي الصومالي وبيفوز عليه بنتيجة 6-0. تعالوا نروح لبيراميدز اللي ماشي دلوقتي بياكل الأخضر واليابس، وكانت فوقان بيراميدز لما كسب النادي الأهلي. نادي بيراميدز بياخد بطولة جديدة بتضاف إلى بطولاته، وهو السوبر الأفريقي بعد ما فاز على نهضة بركان بنتيجة 1-0. تعالوا نقول لك يا عزيزي المستمع، المغرب بتفوز بكاس العالم تحت سن 20 سنة. مش مفاجأة، ولكن التخطيط والاجتهاد والعمل مش بالفهلوة. تعالى يا صديقي العزيز أقول لك إن مشكلة جديدة بتضرب الرياضة المصرية في الألعاب الفردية. مشكلة حصلت في نهائي تنس الطاولة أو نص نهائي تنس الطاولة بين عمر عصر وأحد اللعيبة الآخرين، وهو ابن رئيس اتحاد التنس الطاولة. والراجل حول ابنه وحول عمر عصر للتحقيق. عارف حضرتك يعني ايه تبقى القاضي والحكم؟ هنشوف الايام الجايه مخبيه لنا ايه في الرياضه المصريه، وكل يوم في عجايب وغرائب. وما تستغربش يا صديقي لما كيشي يقول لك انا سافرت خلاص بره وهاخد الجنسيه الامريكيه.